السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. هنتكلم النهارده في بلاطة 45 الشغل ده الشغل ده بنعرضه لإخواتنا المبتدئين اللي هم لسه بادئين في الصنعة. بنعلمهم شغل السيراميك بالطريقة المصرية. توصيلة المونة كده يا صديقي بتكون بالشكل ده. وبالنسبة لتبسيطة المونة كده بإيديك كده، كفة الإيد هي اللي بتلف كده علشان ما تلفش دراعك كله ويصدر معاك وإيديك تتأثر من هنا. الكفة بس اللي بتلف بالمسطرين مش الدراع كله. الدراع بيتحرك كده وكده ماشي، بس بيلف كده اللي بتلف بالمسطرين الكفة بس. وبحط مونة بالكمية المحدودة قد البلاطة أو زي البلاطة ما عايزة. وباجي حاطط بلاط يا صديقي كده بنفس الطريقة. وبطمنها كده بإيدي الأول، بكفة إيدي الأول، وبعد كده بستخدم الشاكوش. وبشوف البلاطة طبقت معايا كده بإيدي. وبس كده يا صديقي. وأي حد عنده أي استفسار عن شغل السيراميك يبعت لنا وإحنا هنرد عليه على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.